الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة بيراميدز المقررة لها مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. وعقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءا بدنيا ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط بالفوز على فاركو والتعادل في لقاء مودرن سبورت وغزل المحلة. كما افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد ليصبح جاهزا لاستقبال الأعضاء واستخدامه بعد الانتهاء من تجهيزه وفقا لأفضل المعايير العالمية. كما يضم مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد منطقة ألعاب مائية وحمام سباحة يخدم الأعضاء والفرق الرياضية، وتم تزويده بأحدث الأساليب العلمية والإنشائية، بالإضافة إلى استغلال المساحة تحت الحمام بإنشاء 8 غرف خلع ملابس للأعضاء والفرق الرياضية وجيم للرجال وآخر للسيدات وعيادات طبية. كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه بفرع الشيخ زايد تعيين المستشار شادي شوقي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس الإدارة، وذلك بجانب منصبه مستشارا قانونيا لشركة الأهلي لكرة القدم. الأهلي يجدد عقد كريم فؤاد ل3 سنوات. انتهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي إجراءات تجديد تعاقد كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026. وأن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة شهدت توقيع كريم فؤاد على العقود بشكل رسمي لمدة 3 سنوات. الكابتن محمود الخطيب يتابع مران الفريق اليوم قبل مواجهة بيراميدز. أشرف داري ضمن قائمة منتخب المغرب في المعسكر المقبل. أيمن الكاشف معلقا على مباراة الأهلي وبيراميدز يوم السبت القادم. كابتن أحمد شوبير أليو ديانج خلاص اتأكد أن لا غنى عنه في تشكيل النادي الأهلي، والمسؤولين في النادي كمان اتأكدوا من النقطة دي، واللاعب هيجدد. منتظرين بس فترة المنتخبات تخلص ويتم التجديد رسمي سواء مع ديانج أو إمام عاشور. كابتن أحمد شوبير بعد تجديد عقد كريم فؤاد لاعب كمان يقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي الفترة اللي جاية، واللاعب ده مش إمام عاشور ومش أليو ديانج. أشاد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بالتزام واحترافية أحمد مصطفى زيزو بعد تألقه اللافت مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وبات من أهم العناصر في صفوف الفريق وأهم مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها المدرب الإسباني في خطته عند مواجهة الخصوم.